كتير بسأل نفسي، هل البشر لهم قدرة في أذية الجن؟ الإجابة من المواقف اللي عشناها طبعا. بس الأذية دي مش بتمر مرور الكرام، بتكون نتيجتها إنك بتفتح على نفسك بوابة من أبواب جهنم. وزي ما أنت بترد الأذية لغيرك، كمان الجن بيرد لك الأذية، لكن الاختلاف إنها أذية لا نهاية لها. قولي ورايا يا بنتي: أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. مش قادرة يا شيخ، صوت الصراخ في ودني مش قادرة أتحمله. حاولي وما تسمعيش، دول بيحاولوا يشتتوكي، قولي. لكن فجأة الشيخ نفسه بدأ يتخنق واترفع من على الأرض واتهبت بقوة. جريت عشان أفتح الباب، لكن من العدم ظهر قدامي عينيه في عينيا وقال لي: رجيم. يمكن سمعت كتير قصص رعب، لكن صدقني اللي أحكولك دلوقتي حصل معايا. ممكن اللي هيسمع مش هيصدق وهيقول عليا مجنونة، لكن أنا عشت كل الأحداث دي وما زلت بعيش فيها. أنا اسمي حنان، 32 سنة، أرملة، وجوزي متوفي من 3 سنين في حادث سير. عندي بنت وحيدة اسمها جميلة، وعايشة مع حماتي في شقة جوزي. بصراحة ما أقدرش أسيبها لوحدها بعد وفاة ابنها، وكمان لأنها روحها في بنتي جميلة ما قدرتش أحرمها منها، وهي بصراحة بتعاملني كويس جدا. القصة بتبدأ من يوم كنت بحضر الغدا، وفضل شوية زيت سخن أخدتهم ودلقتهم في الحمام. أنا عارفة إن ده كله غلط، لكن ما حصلش حاجة. اتغديت أنا وحماتي وبنتي، وطلبت من حماتي إني عاوز أزور أهلي. قالت لي: وماله يا بنتي، خدي جميلة وروحي زوريهم. قمت من على الغدا ودخلت آخد دش. دخلت وشغلت الدش ونور الحمام طفى. قلت أكيد النور قطع، لكن لما بصيت تحت الباب كان في نور جاي من الصالة. معنى كده إن نور الحمام هو اللي فصل. بس حسيت بحاجة لزجة بتنزل على وشي. حطيت إيدي على وشي وأنا بترعش، ورغم إن في ضلمة قدرت أشوفه. ده دم، أيوة دم. صرخت. في اللحظة دي النور رجع. بحط إيدي على وشي مفيش حاجة، ولقيت باب الحمام بيخبط. كانت حماتي وبتقول لي: مالك يا بنتي، في إيه؟ افتحي الباب. لبست هدومي بسرعة وخرجت من الحمام بتنفض ومرعوبة ومش قادرة. معقول اللي شفته ده يكون حقيقي؟ هديت ومكنتش قادرة أخرج بعد اللي حصل معايا ده. قلت لحماتي أنا هدخل أنام شوية، ودخلت نمت. وفعلا صحيت على ضربة على ظهري. قمت منها بصرخ. كنت حاسة إن ظهري اتكسر، مش عارفة أتحرك. عاوز أتكلم أو أنادي على حماتي، لكن صوتي مش بيخرج. بفتح بقي لكن صوتي مش عاوز يخرج. سمعت صوت بيقول لي: أنت عارفة أنت عملت إيه؟ أخيرا قدرت أتكلم وقلت له: أنت مين؟ مين اللي بيتكلم؟ مفيش حد رد عليا. قمت وأنا لسه حاسة بألم في ظهري مش قادرة أستحمله. بصيت في الساعة، كانت 8 الصبح. أنا نمت كل ده إزاي؟ قررت إني أروح أزور أهلي. صحيت بنتي ولبستها، وصحيت حماتي وقلت لها أنا هروح دلوقتي في الوقت البدري عشان أرجع بدري. قالت لي: ماشي يا بنتي، زي ما تحبي. أخدت جميلة ورحت زورت أهلي. خبطت على الباب وفتحت لي أمي وسلمت عليا وقالت لي: مالك يا حنان؟ بدأت أحكي لها كل حاجة حصلت معايا. قالت لي: طيب يا بنتي، يمكن تكوني بتتخيلي أو بتهيألك. كشفت ظهري عشان أمي تشوف مكان الضربة. قالت لي: مفيش حاجة على ظهرك، استهدي بالله وصلي واقرأ قرآن وهتبقي كويسة. دخلت ونمت شوية في أوضة أمي. رحت في النوم بسرعة، صحيت على صوت غريب بينادى عليا، ولما فتحت ما كنتش على السرير، أنا كنت في الحمام واقفة قدام مراية. في انعكاس المراية مش صورتي، لأ، في انعكاس المراية كان واقف مخلوق. كان شكله غريب وعنده أكتر من 4 عيون، وفي وشه على جبينه مثلث مقلوب. وقال لي: قتلت ابني ليه؟ ليه؟ وفجأة المراية اتكسر
وبقى واقف قدامي، شكله مخيف مفزع. صحيت من النوم على صوت أمي بتقول: فوقي يا بنتي. اترميت في حضنها وفضلت أعيط. قالت لي: ما تخافيش يا بنتي، كل حاجة وليها حل. الساعة كانت 3 العصر. أخدت بنتي ورجع البيت، وقلت لأمي إن أحكي لحماتي كل حاجة، لازم تعرف. قالت لي: براحتك يا بنتي، بس أنا من رأيي تصبري شوية. أقول لك حاجة، تعالي معايا، هنروح لواحدة جارتنا اسمها سيدة، بتفهم في الكلام ده وجايز يكون عندها حل. وافقت، ما أنا ما عنديش حل تاني. ولبسنا ورحت للست سيدة، واللي عرفته عنها إنها بتقرا فنجان. خبطنا على الباب وفتحت لينا ست في 50 من عمرها. رحبت بينا وقعدنا، وبدأت أحكي كل حاجة حصلت لحد الكابوس اللي شفته. قلت لي: غمضي عينيكي. مسكت قلم أحمر وبدأت تكتب على إيديا وعلى جبيني كلام مش مفهوم وأشكال، وبعدها فضلت تتمتم بكلام غريب وهي مغمضة عينيها، وبعدها قالت: انت غبية، انت أذيتي ابن من أبناء الجان، ودلوقتي عايزين ينتقموا منك. أمي ردت وقالت: والحل يا ست سيدة؟ فوتوا عليا بكرة وإن شاء الله خير. مشيت أنا وأمي من عندها ورجعت أخدت بنتي ورجعت لحماتي. أول ما دخلت الشقة قالت: هو ده اللي مش هتأخري؟ قلت لها: بعد إذنك، عاوز أتكلم معاك ضروري في موضوع مهم. ودخلنا الأوضة عندها وبدأت أحكي. وبعد ما خلصت بصت لي بسخرية وقالت: وده بقى ملعوب من والدتك الجديدة صح؟ قلت لها: لعبة إيه؟ قالت لي: انت جالك عريس، فألفت الحوار ده عشان أسيب لك الشقة وخاف وبعدها تتجوزي، مش كده؟ قلت لها: ايه اللي حضرتك بتقوليه ده؟ قالت لي: ده اللي أنا متأكدة منه، بس بعينك، مش هسيبك تتجوزي وتبعدي حفيدتي عني. أنا داخلة أخد دش. الجن قال. أخدت هدومها ودخلت الحمام، ومفيش دقيقة سمعتها بتصرخ. خرجت أجري من الأوضة، وكانت الصدمة لقيت حماتي واقعة قدام الحمام مغمى عليها، وجريت ناحيتها بحاول أفوقها. فاقت وفضلت تبكي وتتنفض. قلت لها: حصل إيه؟ قالت لي: وأنا داخل الحمام حسيت بضربة على ظهري، كانت ضربة لا يمكن تكون إيد بني آدم. ده عندك حق، البيت بقى فيه حاجة مش طبيعية. طب ونعمل هنتصرف إزاي دلوقتي؟ مش عارفة يا بنتي. طيب يا حطنت، أنا بكرة هروح لسيدة دي تاني، يمكن عندها الحل. دخلت حماتي وأخدت دش، وأنا قعدت قدام التلفزيون شوية. حسيت برغبة ملحة في النوم، مش قادرة أقاوم، درجة إن نمت في مكاني. صحيت لقيت نفسي واقفة في مكان واسع، كل حاجة فيه مبنية من الصخر، وقدامي ممر طويل مشيت فيه من غير ما أحس. لقيت نفسي ماشية فيه لحد ما ظهر قدامي نفس المخلوق اللي شفته قبل كده، وقال لي: انت عارفة انت عملتي ايه؟ انت قتلتي وريث العهد. رديت عليه وقلت له: انا ما قتلتش حد، وبعدين انت مين؟ قال لي: لا، قتلتيه، الزيت المغلي اللي موته اللي رميتيه في بيتنا. زيت مغلي ايه؟ انا مش فاهم حاجة. قال لي: هوريكي حاجة تعرفك حجمك يا بشر. ومشي، ومشيت وراه في ممر مسلوبة الإرادة لحد ما وصلنا لسلم كبير. نزلنا واتفتح باب كان بيطل على حفرة من حفر جهنم، عبارة عن بركان بيغلي وجواه مئات من البني آدمين، كلهم بيحاولوا يخرجوا، لكن مجرد ما بيحاولوا يخرجوا بيقعوا جوا النار. قال لي: شايفة كل دول بشر تعدوا حدودهم زي كده، ودي كانت نهايتهم. أنا ما عملتش حاجة ومش هعمل حاجة. وفجأة سمعت صوت بيقول: اصحى يا حنان. فتحت عينيا لقيت حماتي قدامي، وانا كنت نايمة قدام التلفزيون. قالت لي: راحت عليك النومة. قلت لها: ندخل اكمل نوم في الأوضة. قالت لي: ماشي يا بنتي. دخلت الأوضة وحطيت راسي على المخدة ورحت في النوم من تاني. صحيت كان جو الأوضة برد جدا رغم إننا في شهر 7، يعني الدنيا حر جدا، لكن معرفش مصدر البرد جاي منين. قمت وخرجت من الأوضة، نور المطبخ شغال. يا ترى حماتي صاحية دلوقتي؟ ليه؟ دخلت المطبخ لقيت حماتي واقفة قدام عين البوتاجاز وحط زيت على النار وشكلها هتقلي بطاطس أو حاجة. انت صاحية دلوقتي وأكيد جعانة.
اتلفتت حماتي وبصت لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. مكان عينيها كان عبارة عن تجويف فاضي. رجعت لورا وأنا خايفة وبترعش، واتكعبلت ووقعت على ظهري. في الوقت ده صوت أذان الفجر كان نجدة. قمت وجريت على أوضتي، استخبيت تحت الغطا زي العيال. ما نمتش لحد الصبح، وأول حاجة عملتها أخدت بنتي ورحت عند أمي، بس المرة دي عشان أروح لسيدة. خدت بنتي ورحت فعلا عند أمي، سبت عندها جميلة ورحت لسيدة. وأول ما فتحت لي الباب كانت بتبصلي بحسرة. قالت لي في يا ست سيدة؟ قالت لي انت دخلت نفسك في دايرة كبيرة انت مش قدها. قلت لها طب والحل ايه؟ انا اسفة يا بنتي مش هقدر اساعدك، بس ممكن ادلك على اللي يقدر يساعدك. قلت لها طيب ربنا يخليك يا رب، وانا مش هدلق اي حاجة تاني في الحمام. المشكلة ان اللي مات ده يا بنتي ده كان وريث العهد، يعني كان هيكون الملك، وده طبعا ما يخلي العشيرة الجن كلها عاوزة تنتقم منك. ده عنوان الشيخ طه، شيخ مبروك وليه كرامات، ممكن يقدر يساعدك. كتر خيرك، انا مش عارف اقولك ايه. وخرجت من عندها ورحت لامي وحكيت لها كل حاجة. قالت لي خلاص يا بنتي روحي له وان شاء الله خير. لا انت لازم تيجي معايا يا امي، انا مش هروح لوحدي. حاضر. رجعت البنت عند حماتي وقلت لها اني هروح مشوار مع ماما وراجعة. رحت على عنوان كان بيت بسيط في حارة صغيرة. كنت متوقع اشوف دجال نصاب، لكن بصراحة مفيش الكلام ده. ده كان راجل واضح عليه انه هو كويس. قال لي احكي يا بنتي اللي بتعاني منه وان شاء الله خير. طلب من امي تطلع بره الأوضة وقال لي قولي ورايا يا بنتي: أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. مش قادرة من صوت الصراخ في وداني، مش قادرة أتحمله. حاولي وما تسمعيش، دول بيحاولوا يشتتيكوا. قولي. لكن فجأة الشيخ نفسه بدأ يتخنق واترفع من على الأرض واتهبط بقوة. جريت عشان أفتح الباب لكن من عدم. ظهر قدامي عيني في عينيا وقال لي رجيم. ده كان اسمه. أغمى عليا من شدة الحرارة اللي كانت خارجة منه. لما فقت لقيت نفسي على كنبة صغيرة في بيت الشيخ طه، وقال لي اللي عليك اسمه رجيم، ده كن موكل بالخراب والدمار والقتل، يبقى ابن ملك من ملوك جيان السبعة. والأسف الموضوع مش سهل، بس إن شاء الله ربنا يسهل ونقدر نحله. روحي دلوقتي وصلي وخير، اطمني. رجعت البيت فقد الأمل في كل حاجة، حاسة إني هموت. دخلت أوضتي وحماتي كانت نايمة وبنتي، وبمجرد ما دخلت لقيت شخص قاعد على كرسي في الأوضة، شخص عادي، إنسان. جيت أصرخ عشان أقول حرام، لساني اتلجم والباب اتقفل لوحده. قام من مكانه وبيقول لي يعني يوم أظهر لك بشكل بشري تخافي مني؟ قلت له مين؟ ودخلت هنا ازاي؟ قال لي أنا. أنت مش شيخ طه قال لك اسمي؟ أنا رجيم. ضحك. أيوة رجيم، أنا جاي أعرض عليك عرض صغير، لو وافقت عليه هنسى كل حاجة عملتيها وترجعي لحياتك، ولو رفضتيه يبقى أنت اللي اخترتيه. عرض إيه؟ أنا اخترتك عشان تكوني زوجتي، أنا حبيتك واخترتك، ورغم العقاب اللي هنوله لكن أنا مستعد أضحي. قلت له لأ، مش ممكن أتجوز، أنا هتجوز جن، لا يمكن أبدا. وفي اللحظة بقى واقف في وشي وقال لي هتوافقي يا حنان، ما عندكيش اختيار. قلت له لا لا مش هوافق. عينيه اتقلبت وبقوا أشبه بجمرتين من جهنم، وقال لي بكرة هتدفعي تمن اختيارك. وفضلت أعيط قول يا رب انقذني من اللي أنا فيه. فتحت باب الأوضة لقيت حماتي خارجة من أوضتها تقول لي الحمد لله على السلامة، أنا هدخل أخد دش وبعدها نتكلم. دخلت تاخد دش لكن فجأة سمعت صوت صرخة هزت البيت. خرجت أجري من أوضتي وكانت الصدمة الحمام بيتحرق وحماتي جوه بتصرخ. جريت على الباب وفضلت أخبط واصرخ افتحي الباب افتحي. الباب اتفتح لوحده بعد محاولات. في اللحظة دي كانت الجيران كسرت باب الشقة ودخلوا على منظر أقل ما يقال عنه منظر بشع لا يمكن يروح عن بالي أبدا. عبارة عن بركة دم كبيرة وجواها جثة متفحمة، جثة حماتي. وساعتها سمعت الناس بتقول لا إله إلا الله. أما أنا فأصبت بنوع من الخرس واغمى عليا،
معرفش قد ايه، لكن لما فقت لقيت نفسي في المستشفى. ما كنتش عارفة أتكلم، وعرفت إني مصابة بصدمة عصبية حادة، وإن حالتي النفسية مش مستقرة، وإني بقوم من النوم وأصرخ وأخطرف. وعرفت كمان إني فاقدة الوعي ليا أسبوع. كنت ببكي كل ما أفتكر منظرها وهي ميتة. وفات شهر وأنا عايشة في المستشفى. كان شهر هادي مفهوش أي حاجة. كنت فاقدة النطق. أي حاجة عاوزة بطلبها وأنا ماسكة ورقة وبكتب عليها اللي عايزاه. بعد مرور شهر اتكتب لي على خروج. كان مستحيل أرجع للبيت ده تاني. رجعت على بيت أهلي، لقيت أمي وبنتي اللي ماليش غيرهم دلوقتي. كان لازم أرجع عشان أجيب هدوم من الشقة. رجعت وخدت هدومي عشان ما أكدبش ما حصلش حاجة. أمي جت معايا عشان تطمني. لميت هدومي وحاجتي كلها ومشيت. رجعت بيت أهلي. جت في يوم ده سيدة تزورنا. ما كنتش متقبلة زيارتها، خصوصا في الوضع اللي أنا فيه، لكن في الآخر دي ضيفة ما أقدرش أحرجها. لاحظت إنها طول ما هي قاعدة بتحرك بقها وبتقول حاجة بس أنا مش قادرة أسمعها، وبتبص في كل ركن من أركان الشقة. وبعدها قالت لي هو لسه حواليك ومش هيسيبك. وما قالت لها هو مين؟ ردت عليها بنتك فاهمة، حصنيها كويس وربنا يسترها عليكي. وقامت ومشيت. بعد الكلام ده كنت قلقانة وخايفة من كلامها. وعدى اليوم ودخلت أنام، لكن حلمت إني واقفة في مكان ضلمة عتمة، مش شايفة أي حاجة، لكن كنت سامعة صوت بيقول لي هتوافقي، ما عندكيش اختيار تاني، ارضي أحسن ما يكون غصب عنك. في الحلم كنت قادرة أتكلم وتقول لأ مش هتجوزك. ظهر قدامي وشه في وشي، نفسه مقرف. حسيت بحرارة بتحرق وشي، وقال لي قلتلك مش باختيارك. وحط ايده على دماغي وقال يا شماكير ما تخلينيش. ظاهر فضل يعيد في الجملة دي كتير. حسيت اني بفقد السيطرة على نفسي. وقعت على الأرض وانا بكح وباخد نفسي بالعافية. بدأ المكان من حواليا ينور عشان الاقي نفسي في قبر. ايوه قبر. كنت عاوز اقول اي حاجة، لكن هو اللي اتكلم وقال انت الآن زوجتي، وسيكون العهد الجديد منك، سيصبح ملك عشيرتي. صحيت من النوم على صوت بنتي بتعيط. قمت حاسة ان جسمي كله متكسر. بصيت على بنتي اللي كانت كويسة الحمد لله، مفيش حاجة. حسيت اني مخنوقة. طلعت المصحف عشان اقرا فيه شوية، لكن باب البلكونة اتفتح بعنف زي ما تكون عاصفة هبت. قفلت المصحف ورحت عشان اقفل باب البلكونة، لكن في البلكونة كان في حد واقف ومديني ظهره. كنت خايفة وبترعش. كان خيال ده لواحدة ست. اتلفتت وبصت لي. كانت حماتي بشكلها المشوه. وقالت لي بصوت مبحوح ما تقريش قرآن، ما تقريش قرآن. رجعت لورا وباب بلكونة اتقفل واترزع لوحده. كنت مرعوبة من اللي بيحصل. فضلت أعيط. صحيت لقيتني قاعدة على الأرض وبعيط. أخدتني في حضنها وفضلت تهدي فيا. نفسي أتكلم لكني مش عارفة. تاني يوم طلبت من أمي إني عاوز أزور قبر جوزي الله يرحمه. وافقت وقالت لي إن هاجي معاكي. رحنا فعلا. وقفت قدام قبره وفضلت أعيط. جيت أقرأ له الفاتحة، لقيت في تشويش في دماغي، مش قادرة أفتكر الفاتحة. أنتوا متخيلين؟ بصيت لأمي واتصدمت لأنه كان واقف وراها. بمجرد ما أمي قالت بسم الله الرحمن الرحيم، لقيت لسان أمي بتعوج. وقعت على الأرض. جريت عليها وقومتها وكان بتاخد نفسها بالعافية. وقالت لي يلا نمشي من هنا يلا. أخدتني ومشينا ورجعنا البيت. أمي قالت لي الموضوع كده مش طبيعي، إحنا لازم نتصرف. ما كنتش عارف أرد عليها. دخلت نمت من التعب وحسيت إن في حد بيلمسني وأنا نايمة. فتحت عينيا وبحركة تلقائية لقيته جنبي. رجعت لورا وأنا بترعش، وابتسم ابتسامة مرعبة وهو بيقول انت خايفة مني أنا؟ انت مراتي دلوقتي، خلاص يعني الوضع ده طبيعي. والأول مرة من فترة حسيت إني قادر أتكلم وقلتله، لكن كان الكلام بيخرج مني بالعافية. لا أنا مش مراتك، انت جن ملعون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لحقتش أكمل الكلمة لقيت في وشي، لقيت نفسي بتخنق. وقال لي انت عارفة انت عملت ايه، او بالتحديد انا عملت ايه عشانك تعرف اني منعت عشيرتي
من الانتقام منك. تعرف إن دلوقتي جن متمرد مطرود من قبيلتي بسببك، في الآخر بترفضيني؟ لأ، أنا مش هسمح بده أبدا. وسابني وقعت في الأرض، ولقيت أمي داخلة عليا الأوضة بسرعة. لما لقيتني بتكلم قالت لي الحمد لله أحمدك يا رب. قالت لي اسمعي، في حد جاي بكرة يزورنا وإن شاء الله المشكلة هتتحل. في اليوم ده ما عرفتش أنام وفضلنا صاحيين أنا وأمي الصبح لحد لما الباب خبط. قامت أمي وفتحت الباب. كان راجل كبير في السن، لحيته بيضة، شكله تقي. دخل البيت واتضم حاجة. لقيت أمي بتقرب مني وبتلبسني حاجة في رقبتي، كانت سلسلة عليها آية الكرسي. اتكلم الشيخ وقال أنا الشيخ نصر الطيب، ما تخافيش، ده بس تحصين وحماية عشان ما حدش منهم يسمع كلامنا. احكوا كل حاجة وأنا بعون الله هساعدك. بدأت أحكي كل حاجة حصلت. سكت شوية وقال لي أنا هفسر لك. أنت دلقتي زيت سخن في الحمام، وده تسبب في أذية ملك من ملوش الجان قادم، وعهده عليك جديد. الجن اللي بيظهر ليكي ده كان حارس العهد، ودلوقتي مغضوب عليه من عشيرته عشان معرفش يحمل عهد. غرضه إنه يتجوزك ويخلف منك عهد جديد عشان يكون ملك. لكن ما تخافيش، بعون الله هنقدر ننتصر عليه. نامي هنا وغمضي عينيكي. عاوزك ترددي كل كلمة بقولها، ومهما سمعتي ومهما قلتي رددي الكلام. أعوذ بالله من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان مهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التي لا يجوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وزرا وبرا، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ضرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، من شر طوارق الليل والنار، من شر كل طارق ويترك بخير الرحمن. فضلت أعيد وراه. بدأت أشوف، لكن كان أبشع من أي مرة شوفته فيها. شكله بشع، اللي ظهر بقرون حمرا وعينيه أشبه باللهب، وشه متقطع. وكلت اسكتي هقتلك وهقتله، اسكتي هقتلك بنتك، هتموتوا كلكم. مشيت تتبدل وشفت أمي بتخنق في الشيخ لحد ما مات. كنت هسكت وفتح عينيا، لكن في لحظة افتكرت كلام الشيخ إني ما اسكتش مهما سمعت. قريت آية الكرسي ومعوذتين، لقيته جسمه بينكمش وانحني، وعظمه بيخرج بره جسمه من العدم. ظهرت مخلوقات صغيرة، ورغم صغرها وشها العجوز جدا هجمت على الرجيم. كانوا بيتباروا في القضاء عليه. شفته بيموت قدامي وبيتحرق. فتحت عينيا لقيت شيخ بيقول لي الحمد لله على السلامة. حكيت له على اللي شفته. ضحك وقال لي الجن بطبعه خداع، وعموما خلي بالك من نفسك وقربي من ربنا. أنا دلوقتي أحسن. كنت تجربة صعبة، لكن عرفت وتعلمت منها كتير. دي كانت قصتي وحكيتها عشان الناس تتعظ وتقرب من ربنا. وبكده القصة انتهت النهاردة يا أصدقائي. مننساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. القصة كانت بقلم الكاتب محمود الأمين. يلا متنساش تقول لي رأيك في الكومنتات تحت. سلام.